انت شايف شركتك شغاله كويس، المبيعات عاليه والارباح كويسه، بس استنى شويه. عمر فكرت تسال نفسك هل الاصول اللي عندك شغاله بكفاءه ولا لا؟ او هل العائد اللي جاي منها يستاهل الاستثمار اللي انت حطيته فيها؟ لو الاجابه مش عارف، يا خوفي لو كنت محلل مالي. فخليني اقول لك ان في فرق كبير ما بين معدل دوران الاصول والعائد على الاصول. الفرق ده ممكن يحدد اذا كنت ماشي صح ولا في مشكله لازم تاخد بالك منها قبل ما يحصل اللي مش في الحسبان. مشاكل مخفيه لازم تتحل. خلينا نفهم الموضوع ببساطه. معدل دوران الاصول بيقيس ازاي بتستخدم اصولك علشان تولد مبيعات، يعني كم مره بتقدر تحرك اصولك علشان تبيع منتجاتك او خدماتك. اما العائد على الاصول فهو بيقيس قد ايه الاصول ديت بتطلع لك ربح. بمعنى تاني، الاول بيبص على الكفاءه والتاني بيبص على الربحيه، وطبعا الاثنين مهمين جدا علشان تعرف اذا كانت شركتك شغاله بكفاءه وبتحقق عائد مناسب ولا لا. يعني بيحددوا اذا كان البيزنس بتاعك مستقر ولا محتاج تدخل سريع. خلينا نشرح اكتر بمثال. شركه عندها اصول قيمتها 2 مليون جنيه، مخزون ومعدات وعقارات وغيرهم، والمبيعات السنويه 6 مليون جنيه، وصافي الارباح 500 الف جنيه. هنا معدل دوران الاصول بيساوي ال 6 مليون اللي هم المبيعات هنقسمهم على 2 مليون اللي هم الاصول، بيساوي 3. ده معناه ان كل جنيه مستثمر في الاصول بيتحرك 3 مرات خلال السنه. اما العائد على الاصول ال 500 الف صافي الارباح هنقسمهم على 2 مليون اللي هم الاصول، هيساوي 25%. ده معناه ان كل جنيه مستثمر في الاصول بيولد ربح 25%. طيب الارقام دي بتقول ايه؟ لو معدل دوران الاصول عالي ده معناه انك بتستخدم اصولك بكفاءه، ولو العائد على الاصول عالي كمان ده معناه ان استثماراتك مربحه. لكن المشكله تبدا لو الارقام ديت منخفضه. يعني لو معدل الدوران منخفض ده ممكن يكون معناه ان في اصول مش شغاله بكامل طاقتها، زي مخزون متراكم او معدات مش مستغله. وبرضه لو العائد على الاصول منخفض ده مؤشر على ان المصاريف اعلى من الربح، او ان المبيعات مش مكفيه تكلفه الاصول. خلينا نبسط اكتر. الدنيا بتكون تمام لما معدل دوران الاصول يكون 2 او اكتر، والعائد على الاصول يكون اعلى من 15%، والنسبه دي طبعا بتختلف على حسب الصناعه. طيب امتى انا ابدا اقلق؟ لما معدل دوران يكون اقل من 1، ده معناه ان الاصول بتتحرك بشكل بطيء، وده ممكن يسبب تجميد للاصول. وكمان لو العائد على الاصول اقل من 5%، هنا لازم تبدا تسال نفسك هل في مشكله في التسعير؟ هل التكاليف عاليه؟ هل في منتجات او خدمات ملهاش طلب كافي؟ حساب الارقام ديت سهل جدا، لكن اهم حاجه انك تفهم معناها وتستخدمهم في تحسين شغلك. فلو معدل دوران الاصول منخفض، هل عندك اصول ملهاش لازمه؟ هل محتاج تسرع حركه المبيعات؟ وكمان راجع المخزون، هل عندك منتجات متراكمه؟ كمان راجع استغلال المعدات، هل بتشتغل بكامل طاقتها؟ وطبعا جرب تخفف استثماراتك في الاصول اللي ملهاش عائد كبير. طيب لو العائد على الاصول منخفض، اول حاجه فكر في تقليل المصاريف. هل في نفقات ممكن نستغنى عنها؟ تاني حاجه حل التسعير، هل اسعار منتجاتك مناسبه للسوق؟ وكمان زود الكفاءه، فكر في تحسين العمليات لتقليل الهدر وزياده الربحيه. الخلاصه، لما تراقب الارقام ديت وتوازن ما بينهم هتقدر تحسن كفاءه شغلك وتحقق ارباح اكبر. معدل دوران الاصول بيقول لك ازاي تحسن الكفاءه، والعائد على الاصول بيقول لك ازاي تزود الربحيه. وزي ما قلت لك، لما تقدر تراقب الاثنين مع بعض هتقدر تعرف فين نقاط القوه والضعف في شركتك، وطبعا تحدد اذا كنت محتاج تغيرات كبيره او مجرد تحسينات بسيطه. لو عجبك الموضوع وحاسس انه ممكن يساعدك تطور شغلك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تتابع كل جديد عن تحليل النسب الماليه.